بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم، شلونكم عيني حبايبي؟ إن شاء الله الكل بخير وبصحة وعافية وسلامة. حبايب اليوم راح أشتغل وياكم طريقة الكليتشة والمقادير لأن هواي طلبوها من عندي، وإن شاء الله هاي الطريقة راح تستفادون من عندها. أنا منزلت لكم بالصفحة، بس هاي الطريقة تفيد أصحاب المشاريع وإن شاء الله الكل راح يعتمدها. حبايب هنا عندي كيلو طحين. طبعا هذا كيلو الطحين أنا قسته بقلاص الانقور، لأن هواي اكو بالبنات باللايف قالوا وش قد يعادل كيلو الطحين. كيلو الطحين قسته طلع عندي 7 قلاصات وثلث. هسه تقولون ايش قد الثلث؟ الثلث أقل من النص وأكثر من الربع. طلع عندي كيلو الطحين 7 قلاصات وثلث بقلاص الانقور مال الجبن. تمام عيني. شنو راح اضيف له كيلو الطحين؟ راح اضيف له قلاصين دهن. هذا الدهن هسه تقولون يا دهن، انا استعمل دهن جنة، وانتم بعد بكيفكم اي دهن تستعملوه، هاي يبقى يمكم. هاي هنا عندي قلاص مي دافي. قلاص المي دافي احتمال نحتاج اكثر او اقل. ليش؟ لان طحين عن طحين يختلف. تمام عيني. هاي هنا عندي ملعقتين طعام شكر، و3 ملاعق طعام حليب باودر. وهنا عندي ملعقة كوب هيل أو حوايج كليتشة، ملعقة شاي ملح، وملعقة شاي صغيرة خمرة. والخمرة بكيفكم، تريدون تخلون ما تخلون هاي هم تبقى بكيفكم. تمام عيني. هاي هنا عندي ظرفين فانيلا. ظرفين الفانيلا يبقى اختياري، تريدون اما تخلون الهيل او الحوايج والفانيلا، او تخلون حاجة من عندهن، يبقى هذا بكيفكم. تمام عيني. هسه انا ايش راح اسوي؟ راح اضيف هاي المواد على الطحين، ونلابس المواد كلها ويا الطحين نمزجهم، وبعدين امزج وياهم الدهن، يعني اللابسه ويا الطحين، وارجع لكم حبايب. عيوني حبايبي، هاي بعد ما لابست الطحين ويا الدهن، شوفوا شلون صار عندي. شوفوا حبايب، يصير عندي بهالشكل، يعني كأنه ما عجينة صار عندي. ضفت قلاصين الدهن على كيلو الطحين، صار عندي بهالشكل. هسه ايش راح اسوي؟ هاي عندي هنا قلاص المي، راح اضيفه بالتدريج واعجن، اشوف ايش قد احتاج مي، اما اكثر او اقل، وانا ان شاء الله من اكمل ارجع لكم. حبايبي عيني، هاي كملت العجينة مال الكليتشة، اخذت من عندي كوب وربع مي. طبعا صارت عندي بهالشكل. لا تعجنوها زايد، عجن قليل لان ما يصير، ولا تصير عندكم لا لينة ولا قوية، وانا قلت لكم طحين عن طحين يختلف. تمام عيني. بالنسبة اللي يقولون الكليتشة تروح الطبعة مالتها عندنا او يصير لونها اسمر، الدهن اذا حار يغير اللون. الدهن هو اصلا لونه اصفر، هم يغير من لونها. اذا عندكم الهيل زايد يغير اللون. اما الطبعه يقولون ليش الطبعه تروح من عندنا؟ لان تخلون بيكنج باودر وتخلون خمره زايد، وانتم شفتوا اني ما خليت بيكنج باودر. تمام حبايب. هسه اني هاي راح انتظرها ترتاح، وراح اشتغل وياكم طريقة التمر وطريقة المبروش وطريقة الجوز. حبايبي عيني، هاي عندنا الحشوات. هاي هنا التمر اني فلسته وضفت له دارسين وهيل ودهن، وراح اخليه على النار، ما راح اخليه يتأخر على النار، يعني ولا نار عالية حتى لا يحترق. اخليه قليل وبعدين انزله من النار وانتظره يبرد واعجنه. هاي هنا عندنا الحلقوم، انا ضفت له نص خاشوقه مال اكل دهن، راح اعجنه بالدهن بدون نار طبعا، هذا بس مجرد اعجنه. تمام عيني. هذا المبرود جوز الهند ضفت له هيل وخاشوقه مال كوب دهن، وراح اضيف له هاي نص كوب شكر او حسب احتياج المبروش، وحليب مكثف. تمام عيني. هاي الجوز مثل ما تشوفون، هاي انا سويته هيجي بمحضرة الطعام، وخليت له هيل ودهن، او هذا الشكر
وانتم هم حسب احتياج الكمية اللي عندكم تضيفون الشكر. وراح اخلي له حليب مكثف للجوز وللمبروش. حبايب ان شاء الله من راح اكمل هاي الحشوة ترجع لكم. حبايبي عيني هاي الحشوات كملتها. هاي الجوز، هاي مبروش جوز الهند، وهذا الحلقوم. شوفوا ما شاء الله شلون صار، ما شاء الله. وهذا التمر ما شاء الله، شوف عيني. وهاي العجينة طبعا ارتاحت عندي، أنا طبعا ألفها بكيس نايلون حتى لا تيبس عندي. شوفوا ما شاء الله من ارتاحت شلون صارت، هيك صارت عندي. شوفوا عيني. هسه إن شاء الله من راح أشتغل وأشوي أرجع لكم. حبايبي عيني طبعا هاي الكليتشة مثل ما تشوفون، هاي احنا نسميها قص البقلاوة، انتو شو تسموها؟ طبعا اني هسه دهنتها بالبيض وراح ادخلها بالفرن. اللهم صل على محمد وآل محمد. حبايبي عيني هاي الكليتشة كملتها. شوفوا ما شاء الله شلون صارت. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا حبايب نسيت اقول لكم هاي العجينة نفسها تصير خفيفي وتصير كليتشة. تمام عيني. حبايبي شوفوا ما شاء الله باعوا الهشاشة مالتها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا عيني بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الهشاشة مالتها حبايب، تشوفون عيني ما شاء الله. عيوني حبايبي، إن شاء الله أكون فدتكم بهذا الفيديو من كل الفيديوهات اللي أقدمها لكم. ولا تنسوني بالمتابعة والمشاركة وتعليقاتكم ولايكاتكم الحلوة. تحياتي لكم وسهمكم العافية ومع ألف سلامة.